صديقتي العزيزة، يا أهلا بيكي في حلقة جديدة. أنا رانيا، وإنتي في الحلقة الثالثة من بودكاست مساحة لنفسك. المساحة اللي بنحس بيها بنفسنا، المساحة اللي بنقعد نتكلم فيها نفسنا ونسمع لصوتنا الداخلي، ونفهم نفسنا أكتر ونحبها أكتر ونديها أكتر من وقتنا. كتير جدا ما بنسمعش لنفسنا، وبنكتم مشاعرنا، وبنسمع كلمات بتأذينا وبتفضل ساكنة جوانا، ما بنعرفش نتخلص منها ازاي. النهاردة هتكلم معاكي عن كلمة ممكن تحسي إنها بسيطة، بس في الحقيقة تأثيرها بيكون زي حجر بيرميه حد في قلبك من غير ما ياخد باله. عشان كده احنا النهاردة هنفتح مساحة حقيقية نتكلم فيها ونفهم الكلمة دي جاية منين وليه بتوجع، وازاي نقدر نحولها من حاجة بتكسرنا لحاجة تخلينا نكبر ونبقى أقوى. كلمة النهاردة: انتي مملة. عايزاكي لو لسه ما سمعتيش الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا فيهم عن انتي فاشلة وانتي غبية، أنصحك ترجعي تسمعيهم بعد حلقة النهاردة عشان تفهمي الصورة كاملة. احنا هنا مش بنسمع وبس، احنا بنفهم نفسنا وبنتعلم نكون أقوى. خلونا في البداية نفهم يعني ايه مملة وليه بتوجع. تعالوا نفكر سوا. لما حد يقولك كلمة انتي مملة، غالبا بيكون قصده إنك مش ماشية على نفس الموجة بتاعته، مش بتتصرفي بالطريقة اللي هو مستنيها، مش بتبهريه بالكلام أو بالتصرفات. بس في الحقيقة كلمة مملة بتترجم في العقل الباطن لحاجة أكبر بكتير. بتسمعيها كأنك انتي مش ممتعة، انتي غلط، انتي فيكي حاجة مش كفاية. وده اللي بيخلي الكلمة تقيلة ومؤذية. لو رجعنا خطوة لورا هنكتشف إن مفيش تعريف ثابت للملل. اللي بيشوفك مملة ممكن غيره يشوفك هادية أو عميقة أو بتفكري بطريقة مختلفة. يعني الكلمة مش حقيقة أصلا، هي مجرد رأي شخصي في لحظة معينة. إزاي تتعاملي لما تسمعي كلمة أنت مملة؟ زي ما احنا متعودين في الحلقات اللي فاتت، أول حاجة بنعملها بناخد نفس عميق. النفس العميق ده بيديكي لحظة كده إنك تفكري وتبعتي إشارة لعقلك إنك ما تتسرعيش في الكلمة اللي انت بتسمعيها، إنك تحكمي على نفسك. لما تسمعي انت مملة، قبل ما تندمجي بقى في الإحساس السلبي والأذى النفسي، فكري واسألي نفسك: هي دي حقيقة ولا وجهة نظر؟ طب أنا محتاجة أرضي كل الناس ولا أكون على طبيعتي؟ هو الهدوء دلوقتي أو الروتين أو التفكير العميق بقى حاجة وحشة ولا ممكن تكون قوة؟ لو قررتي إنك ما تسمحيش للكلمة دي تكسرك، هتكتشفي إنها فقدت قوتها. الكلمة من غير تصديقك ملهاش سلطة عليكي. وده شعار حلقة النهاردة. كالعادة عايزاكم تكتبوا شعار النهاردة في التعليقات عشان أعرف إن انتوا لسه مكملين معايا الحلقة. تاني حاجة عايزاكي تعمليها إنك تحولي الكلمة دي لوقود. لو حد شايفك مملة عشان بتقضي وقتك بتقري أو بتكتبي أو بتركزي على هدفك، فده عمره ما كان ضعف، ده معناه إنك بتبني في صمت. وعايزة أقولك إن الحقيقة إن النجاح اللي بجد بيتبني في اللحظات اللي شكلها الملل. تخيلوا إن الملل ده مصدر إبداع وإلهام. لو فكرت فيها هتلاقي إن الملل ساعات بيكون أكتر لحظة العقل فيها بيبدع. لما ما يكونش في دوشة حواليكي بتبدأي تسمعي صوت أفكارك، أفكار جديدة، خطط، أهداف. كل ده بيتولد من الملل اللي الناس كتير بتسميه ملل أو فراغ، وبيوصفوه دايما بحاجة مش حلوة. خليني أحكي لك كده عن شخصية عظيمة جدا، نيوتن، العالم اللي غير
وجه العالم كله بقوانين الجاذبية. عارفة إن أعظم اكتشافاته حصلت وهو في عزلة وقت الطاعون؟ كانوا قاعدين في البيت بعيد عن الزحمة، بيعيش روتين بسيط قوي، وناس كتير وقتها كانت شايفاه شخص ممل. بس في الوقت اللي الناس شايفاه ممل كان هو بيصنع التاريخ. تخيلي، فالملل عمره ما كان عدوك أبدا، أوقات بيكون البوابة اللي بتوصلك لأحسن نسخة من نفسك. طب أنا عرفت أتصرف إزاي لما أسمع الكلمة؟ إزاي بقى أتخلص من الأذى النفسي لكلمة أنت مملة؟ لو سمعتي الكلمة من غير ما تاخديها كحكم نهائي على نفسك، ممكن تكون فرصة تفهمي أكتر نفسك. يمكن الكلمة تلفت نظرك إنك محتاجة وقت تغيري فيه روتينك عشانك أنت، مش عشان ترضي أي حد. أو تكتشفي إنك بتحبي وقتك الهادي، وده مش عيب، ده جزء من قوتك. الكلمة دي بتكسر الثقة في النفس. لو إحنا خدناها كحكم نهائي على نفسنا، هتزرع جواكي إحساس إنك أقل من غيرك، وكمان هتخليكي تحاولي تلعبي دور مش دورك عشان تثبتي بس للي حواليكي إنك مش مملة، وده هيتعبك جدا نفسيا. علشان كده خدي بالك قوي من رد فعلك لما تسمعي الكلمة. يعني باختصار، نفس الكلمة ممكن تبني أو تهد. الفرق مش في الكلمة، الفرق في الطريقة اللي بتسمعي بيها الكلمة وإزاي بتردي عليها. تعالوا كده برضو نفكر من زاوية تانية. هو الملل ده عدوي فعلا، ولا الملل ده ممكن يكون أفيد بكتير من تضييع الوقت؟ في ناس أول ما تحس بالملل بتجري تملى الوقت بأي حاجة، حتى لو الحاجات دي ملهاش أي قيمة. بتقعد بالساعات على السوشيال ميديا من غير ما تحس، بتتفرج على فيديوهات ملهاش معنى، أو ممكن تفضل تتكلم مع ناس عشان بس تهرب من إحساس الملل، مش عشان هي عايزة تتواصل معاهم. بس الحقيقة إن اللحظات دي بدل ما بتبنيكي، بتسحب من طاقتك، بتخلي دماغك دايما مشغولة من غير ما تكوني بتتعلمي حاجة جديدة أو بتكتشفي نفسك. الملل ساعات بيكون فرصة تاخدي فيها نفسك، تفكري، تكتبي، تقري، أو حتى تسكتي شوية وتسمعي لصوتك الداخلي. صدقيني، اللحظة اللي بتسمحي فيها لنفسك تواجهي الملل، بتكوني بتزرعي بذرة لحاجة أكبر. الفرق بين اللي بينجح واللي بيضيع مش في إحساسهم، الاتنين بيملوا. الفرق هما بيعملوا إيه بالملل ده. ونصيحتي ليكي، لو حد قالك انت مملة، افتكري دايما انت مش مطالبة تكوني عرض ترفيهي لحد. انت إنسانة ليك عمقك وإيقاعك، وقتك ومساحتك الخاصة. اللي مش شايف قيمتك مش لازم تثبتي له حاجة. الملل مش ضعف، الملل أرض خصبة بتطلع منها أفكار عظيمة. مفيش مبدع أو عالم أو فنان حقق حاجة كبيرة من غير ما عاش لحظات شكلها الملل. بشكرك من كل قلبي على وقتك وإنك كملتي معايا الحلقة للنهاية. لو حلقة النهاردة لمستك، شاركيها مع حد اتقال له قبل كده إنه ممل، وارجعي اسمعي الحلقات اللي فاتت من بودكاست مساحة لنفسك عشان تفتكري إن الكلمات المؤذية مش بتحددك، انت اللي بتختاري قوتك. ولحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، افتكري انت كفاية زي ما انت، وخدي بالك من نفسك واديها مساحتها.